لا امي ولا ابويا معاهم فلوس، اجيب لك منين اسرق يعني يا عم؟ يا عم ما تزعلش نفسك، ربنا كرم. هو ده بقى يا جدعان معنى كلمة البجاحة، هي دي البجاحة بجد. يعني بصوا، أنا نفسي أفهم يلي كتبت الأم السيناريو ده كاتبه منين؟ كاتبه من، مش عايز أغلط يا جدعان. انت ايه اللي بيخليك تنتش مني الشنطه يا عم انت؟ خلاص يا بنت، خدت منك شنطة علي بابا، ادي الشنطة معاكي، خدي بعضك وامشي، والفلوس يومين وعدوا وهدهم. يا ابني أنت جايب أم البجاحة دي منين؟ يا أبو على الأبو وأم بجاحتكم يا جدعان. ما يا جدعان جيب لهم حد يربيهم. حقك عليا يا انسه، انت واد بيهزر معاكم. ايه انت مش سامع؟ بتقول لك اجيب لهم حد يربيهم، رجع لهم فلوسهم يا اسطى. طب انا عايز اتربى، بقول لك يا بنت انت وهي، خدي بعضك وامشي، وهاتي لي اللي يربيني عشان انا عايز اتربى. يلا بس يا عم كمونه، رحت لشريف الميكانيكي لقيته بيقول لي المكنه عايزه شكمان وعايزه اشارات. خد يا بنت خد، انت ماشيه يا روح امك، فين الفطار والحاجه الساقعه؟ حقك عليا يا ظباط، الفلوس طارت مني وانا ماشيه وكنت طالعه البيت اجيب فلوس. طبعا من الحاجات برضو اللي بتعلمها لنا افلام الشورتس ان احنا ازاي نكتب ان الكذب ده حاجه كده. انا اقول لك على اللي حصل. ايه اللي حصل يا بسمله؟ جدعه مالك بتشغلي دماغك وتقولي لي الفلوس. واهم حاجه برضو السقف، يعني انت بتتكلم اي حد